مش كل واحد موجود في حياتك بيحبك، ومش كل واحد موجود حواليك في الدايرة القريبة منك بيتمنى لك الخير، ومش كل واحد لما بيسمع خبر يخصك كويس بيبقى من جوه فرحان. مش معنى كده اني انا عايزاك تكره كل الناس الموجودة في حياتك، مش معنى كده اني انا بعلمك حاجة تخالف ديننا او اخليك تخاف من الناس اللي حواليك. بس انا عايزاك تبقى ناصح، مش عايزاك تكون ساذج. عايزاك تفرق ما بين اللي بيحبك واللي ما بيحبكش. عايزاك تفرق ما بين اللي بيخاف عليك واللي ما بيخافش. عايزاك تفرق ما بين كل بني آدم حقيقي في حياتك وكل بني آدم بيمثل في حياتك. في ناس كتير موجودة حواليك، في اللي بيغير من النجاح اللي انت بتعمله، وفي اللي غصب عنه بيكون مش قادر يسيطر على الشيطان اللي جواه فبيتمنى لك الشر وهو مش واخد باله، وفي اللي بيحسدك على الحاجات اللي عندك، بيكون مستكتر عليك الحاجات اللي ربنا مديها لك وهو ميعرفش انت بتعمل ايه عشان تقدر توصل وتحقق احلامك. وفي ناس تانية حلوة وكويسة، فانا عايزاك تفرق ما بين ده وبين ده، علشان اكبر كارثة في الدنيا انك تبقى موجود وسط ناس مش بيحبوك وانت عمال تقول لهم كل حاجة وفاكر انهم بيحبوك. والكارثة الاكبر ممكن يكون حواليك ناس كتيرة كويسة وانت مش واخد بالك ان هم بيحبوك وكويسين. فالخلاصة خليك طيب، بس خليك حريص وعندك وعي وخبرة في معاملة الناس اللي حواليك، علشان انت لو اتخلصت من الطيبة اللي جواك هتكون قاسي. واكيد عارفين ان ابعد القلوب عند الله هو القلب القاسي. علشان كده خليك ناصح وانت بتتعامل مع الناس. مش كل واحد موجود في حياتك بيحبك، ومش كل واحد موجود في حياتك بيتمنى لك الخير. هم قليلين، دور عليهم علشان دول اللي يستحقوا انك تعيش معاهم.